السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم العيال، وحكايتنا النهاردة تكملة للحكاية اللي بدأت بنار ووجع وغموض. حكاية سر الممرضة والوصية الغامضة، الجزء التاني. لو ما سمعتوش الجزء الأول ارجعوا ليه الأول علشان تعرفوا ليه القصر ده مش بيت عادي. البيت ده مليان أسرار وأرواح مش راضية ترتاح. يلا بينا نكمل ونشوف حصل ايه لما ليلى فتحت الباب بسرعة بعد صوت الخبط. كانت ايديها بتترعش، لكن لما دخلت لقت الحاج عصام الدمنهوري واقع على الأرض وجنبه كوباية مكسورة وعينيه مفتوحين ومفيش نفس بيخرج خالص. صرخت بصوت عالي وبدأت تقول: يا ناس، يا مدام فريدة، الحقوه، الحقوني يا ناس، يلي في القصر الحقوه. جريت مدام فريدة وهي بتصرخ جدا جدا وبتقول: ايه اللي حصل؟ الحقيني يا مدام، الحاج مش بيتنفس خالص. دخل الطبيب بعد دقايق، حاول ينعش الحاج عصام بس للأسف سكت وقال الكلمة: البقاء لله. الدنيا هنا سكتت لحظة. ليلى وقفت مذهولة، دموعها نازلة، ومدام فريدة كانت عاملة نفسها بتعيط لكن عيونها ما نزلتش ولا دمعة. في الجنازة الجو كله حزين، بس ليلى كانت حاسة ان الحزن مش حقيقي. الناس واقفة تبص لبعض والعيون كلها فيها حاجة متخبية. رجعت ليلى القصر بعد الدفن وهي سامعة في ودنها آخر كلام قالوا ليها الحاج عصام قبل ما يموت. قال لها الوصية: الصندوق تحت السرير. فضلت طول الليل مش قادرة تنام، ولما الكل نام قامت على أطراف صوابعها ودخلت أوضة الحاج عصام الدمنهوري. الضوء كان خافت والساعات عدت. الساعة 3 بعد نص الليل. صوت المطر برا خفيف. ركعت على الأرض وبدأت تبص تحت السرير. كان في صندوق خشب تحت السرير، لمسته بإيديها وسحبته بهدوء. كان الصندوق صغير وقديم مقفول بمفتاح. اتخضت وهي بتبص عليه. سمعت فجأة صوت خطوات جاية ناحية الأوضة. قامت بسرعة، خبت الصندوق جوه شنطتها وجريت على أوضتها قبل ما الباب يتفتح. دخلت مدام فريدة وهي لابسة روبها وقالت بنبرة شك: كنت فين؟ أنا؟ لا 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 لا، أنا كنت نايمة يا مدام. سمعت صوت وقالت: يمكن حد صحي، شكلك مرهقة، خدي بالك من نفسك. أنا سمعت الصوت بس مش فاهمة يعني انتي بس. وهي ماشية بدأت تقول في نفسها: هي ليه متوترة كده وفي ايه؟ بدأت تبصلها بنظرة كلها مريبة وهي ماشية، لكن هي بتردد في نفسها: هي متوترة كده ليه؟ تاني يوم الصبح في عز المطبخ والناس بتحضر الفطار، نزل ماهر ابن الحاج عصام الدمنهوري وقال: يا جماعة، بابا ساب ورق مهم ووصية بس مش لاقيها في المكتب، حد فيكم شافها؟ هنا الكل سكت وليلى قلبها كان بيخبط في بعضه. مدام فريدة قالت ببرود: يمكن ما كتبهاش أصلا. ماهر قال: لا كتبها وانا لازم اعرف فين لان بتخصني انا ونور. نور دخلت ساعتها وقالت له: كفاية ابوك لسه متدفنش من يومين، لسه مدفون بقاله يومين. بص ليها باستهزاء وقال لها: انت هتفضلي طيبة كده لحد ما يضيع حقك؟ في الوقت ده ليلى كانت في اوضتها فاتحة الشنطة ماسكة الصندوق الصغير وقعدت قدامه تاخد نفسها بالعافية. حاولت تفتح لكن مقفول بمفتاح مفقود. فضلت تفكر: يا ترى المفتاح ده فين؟ وهل فعلا ده الصندوق اللي قصده الحاج عصام الدمنهوري؟ وفجأة الباب خبط خبطتين. قامت بسرعة تخبيه تحت المخدة. كانت نور بنت الحاج عصام الدمنهوري. دخلت وقالت لها بابتسامة حزينة: ليلى، أنا حاسة إن أبويا كان وراه حاجة. حسيتها اليومين اللي قبل ما يموت مش طبيعي. كان بيكتب حاجات وبيخبي أوراق. لو تعرفي حاجة بالله عليك قوليلي. انت اللي كنت قريبة منه في الفترة الأخيرة وكان بيحبك جدا. ليلى سكتت شوية وقالت لها: والله يا نور أنا مش متأكدة، بس حسيته عايز يقول حاجة قبل ما يموت. نور بصت لها بقلق: لو في حاجة يا ليلى خلي بالك، ماما وأخويا ممكن يعملوا أي حاجة علشان الفلوس. في الليل
ليلى رجعت تمسك الصندوق تاني، وقفت تبص عليها كأنها لغز. وفجأة وهي بتقلب في الصندوق، يعني سمعت حاجة خفيفة بتتحرك جوه، صوت ورقة بيتحرك في خشب. حطته على السرير وحاولت تشوف إذا كان في فتحة صغيرة، ولما دققت قوي لقت في جنبه شك بسيط جدا دخلت فيه دبوس، والغطا اتفتح فجأة. اتنفضت، قامت من على السرير. جواه لقيت جواب مطوي بورق أصفر قديم ومفتوح، وفتحة صغيرة جدا ملفوفة بشريط أخضر. مفتاح صغير ملفوف بشريط أخضر. ايديها كانت بترعش وهي بتفتح الجواب. الكلمات اللي كانت بخط ايد الحاج عصام: اللي هيلاقي الرسالة دي اعرف اني مالي مش كله حلال، وفيه سر لو طلع ناس هتتأذي، لكن الحق لازم يرجع. الوصية الأصلية في مكان مش حد يتخيله. خلي بالك من اللي حواليكي، لأن اللي بيضحكلك النهاردة هو اللي هيأذيكي بكرة. ليلى اتجمدت مكانها. يعني في وصيتين، واحدة مزيفة وواحدة حقيقية؟ وقبل ما تلحق تستوعب الكلام سمعت صوت من ورا الباب بيقول: انتي بتعملي ايه يا ليلى؟ كان صوت مدام فريدة. قامت بسرعة، خبت الجواب في هدومها وقالت وهي بتترعش: كنت براجع أدوية الحج، لسه في دواء ناقص في نص الليل، أصل معرفتش أنام. فريدة قربت منها وقالت: خلي بالك يا ليلى، اللي بيدخل في اللي ملهوش فيه عمره ما بيطلع سالم. وخرجت وهي بصصلها بنظرة فيها تهديد واضح. بعدها بيومين الجو كان مكهرب في القصر. ماهر كان بيتخانق مع أمه على الميراث، ونور بدأت تشك في إن في حاجة اتبدلت في الورق اللي باباها كاتبه. ليلى كانت ساكتة، لكن دموعها شغالة 24 ساعة. بالليل قررت تدور أكتر. نزلت لمكتب الحاج عصام الدمنهوري وهي ماسكة المفتاح اللي كان في الصندوق. جربته في أدراج المكتب كلها، وفي الآخر لقيت درج فتح معاها بالمفتاح. ولما فتحت لقيت ظرف كبير عليه اسم نور بخط الحاج عصام الدمنهوري. بس قبل ما تبدأ ايديها تشيله، نور ساطع جه من باب المكتب وصوت خشن قال وراها: بتعملي ايه هنا يا ليلى؟ لفتت بسرعة وكان ماهر واقف ماسك في ايده عصاية ووشه متغير جدا. ودي كانت حكايتنا النهاردة يا جماعة. البيت بقى كله نور، بقى كله نار. ودي كانت حكايتنا النهاردة يا جماعة. البيت بقى كله نار. ومدام فريدة وماهر واضح انهم مش هيسيبوا ليلى في حالها. تفتكروا ماهر هيعمل فيها ايه؟ وهل فعلا الوصية الحقيقية لسه موجودة، ولا اللي في الصندوق ده مجرد طعم لليلى؟ استنونا في الجزء الثالث من سر الممرضة والوصية الغامضة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في الأحداث. وقبل ما كل ده وده ما تنسوش تفجروا الكومنتات بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت معكم أم العيال، في أمان الله وحفظه. سلام.